حالك يا أسامة؟ الحمد لله ماشي الحال. ما صوتك هكذا يا أسامة؟ خير إيش في؟ أو لنا التعب؟ لا مش تعب، ما بالله ظروف والحمد لله على كل حال. أهم شي لا تشيلي هم. كيف انتي؟ أسامة قل لي إيش فيك؟ لا تقلقني عليك. بين أقول ليش طنشي من حق الدنيا، لا تشيلي هم. أسامة من متى وأنت تقلق تخبي علي؟ الآن تتكلم إيش فيك؟ يا روحي أمي تعبانة قوي وسعفناها المستشفى وتشتي عملية ب1,500,000 ومش عارف منين ادي الزلط. يو ربي يحفظها وشافي. هذا الحين كيف تسوي؟ مش عارف لكن ربش كريم، وأنا مش أضايقش بكلامي لكن انتي ما بتفهمي. الله المستعان يا أسامة، لا تقول هكذا ولا شيء. المهم اشتي أشوفك اليوم ضروري. خير إيش في؟ ولا في شيء، بس اللي أشوفك اليوم. خير إن شاء الله. طيب وين أشوفك؟ هذا عادي فرحب بروحها وجالست تنشر صورها، حسستني اني كارينا كابور، لكن شدخل انصحها وان شاء الله اني اتقبل النصيحة. ها أسامة زين. إيش هو هذا؟ هذا الذهب حقي ب400 أو 450 ألف الذي قدرت عليه. لا يا ميار، رجعيه وحق العلاج على الدبر إن شاء الله. والله أنا قد شلة يا أسامة، ولو عاد كان مني أكثر كنت بزيد لك، بس هذا الذي قدرت عليه. لا يا ميار، لا تضغطي علي ومشيش أتحمل. والله أنا قد شلة يا أسامة، وسهل متى ما قد معك أنت ترجع ترجع لي، ذا الحين سير بسلومك بعدين سهل. شكرا يا ميار، إن شاء الله ما ننسى هذا الجميل. عادي مش مشكلة. مش عارفة ليش ارتاح قلبي لهذا الشخص. شكله ولد محترم وابن ناس وفيه رجولة، مش مثل بعض العيال اللي يدخلوا يمدحوا ويتغزلوا في صوري. طيب كيف أكلمه وأراسله؟ أدخل أشكره مثلا على النصيحة؟ كيف أفتح معه كلام؟ ارتحت له.
اليوم عيد ميلادي، معقولة ما فيش من يهنيني؟ وانا ايش بين اسوي يعني؟ اهنيكي ونص. اتصل لها ماسنجر واكلمها. هلا أصيل. كل سنة وانتي طيبة يا روحي، وأنت طيب. وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 السنة ان شاء الله. علينا وعليك، تسلم لي. وحبيت اقول لك حاجة. إيش هي؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. بس بصراحة تهني بدون هدية قلة حياة، صح؟ لا لا، الله المستعان، يكفيني التهنئة هذه، تسوى الدنيا وما فيها. لا لا، الله المستعان، ضروري أحلى هدية. أش بنفسك من هدية وأنا أجيبها لك. بعدين اللي يتهدي ما يسألش، خليها على ذوقك. طيب اسمعي، ايش رايك اليوم نخرج العصر؟ قدوم منها اشوفك ومنها اجيب لك هديه. أصير لا تخسرش نفسك، ما فيش داعي. لا تزعليني منك، ضروري اليوم العصر نلتقي. طيب طيب اللي تشوف. السلام عليكم. هذا تعالى بفهم. اشتي احلى واضخم جوال عندك ومواصفات حلوه يا منى. على طول من عين. هذا اس 21 الترا، الذاكره 512، الرام 16، الكاميرا خياليه، نزل القمر لا عنده. يا سلام. لا كم سعره؟ $460. كم يعني باليمني؟ باليمني يعني 250,000. شوفي، عجبك التلفون ماشي شا، خلي اجيب لك احسن تلفون عندك. والله إنه كثير علي يا أصيل. ايش من كثير، انت تستاهلي الروح. كم قلت لي؟ هذه 250,000 يمني. اوه النسوة، نسيت ما اسحب لي فلوس من الصرافة. انتظري بس دقائق اروح اسحب لي وارجع. يا عمنا ممكن اخذ الجوال واجرب اتصل؟ يا اخي عادي، خذ راحتك. طيب اوكي، انتظري 5 دقائق وانا عندك. ايوه هذه هفشوف الله بلاش. ماذا الحين يصيروا ملح يسدوا، انا ما علي. يا اخي وين جاء زوجك؟ لنا ساعة منتظرين ليه ما قدر يرجع. أدري والله ما أنا تأخرت. اتصلي له وشوفي وين هو. ما بش معي رقمه. كيف زوجك وما عندش رقمه؟ طيب ممكن أروح أشوفه، لأني قد قلقت علي لا يكون حصل له حادث ولا شيء. لا تروحي، جزيها انا لما يدي التلفون. هو بيجي يدي لك الفلوس معاه، يهربش عليك. عفوا يا اختي، والله ما تخرجي من هنا الا لما يدي التلفون، ولا واحد من اسرتك جاي يقول لي زوجها وما معيش رقمه. شي الصدق يا أخي، وما بش احسن من الصدق. ايش به؟ اللي كان معي ما هوش زوجي. كان ما هو ما يقع ليش. هذا واحد تعرفت عليه في الفيسبوك وقال نخرج عشان يشتري لي هدية لأنه اليوم عيد ميلادي، وأنا صدقته. اها، وأنا مالي دخل، والله إنه كذب علي وأنا صدقته. استرني يا أخي الله يسترك. وانا من عندي تلفونيه، التلفون 250,000، ما بلا يجي واحد من اسرتي عشان نتفاهم معه، ولا بنتصل الشرطه تجي تتفاهم معش. الشرطة؟ لا اتصلش، الله يحفظك، اتصل أخي. خلاص ادي رقمه. سجل رقمه 7. وهذا القصة كانت. تفعلي هكذا يا بنت اللذينة؟ مش وقت الصياح أنا والمشاكل، ما شي تسمع قدام الناس، دو زلطي وبعدين تفاهموا في البيت. من أين أدبر لك هذا المبلغ بكله؟ دبر نفسك، أعرف تلفون. والله انك كاتشله يا اسامه، وسهل متى ما قد معك انت ترجع لي، للحين سير بسلومك بعدين سهل. شكرا يا ميار، إن شاء الله ما نسى رسالة الجميع.
هبلة صدقت ان امي مريضة، والله اني شكلها على نياتها، وقاعد ذهبت نص مليون خليني اصرف وخليها تمطر قنابل. ضحكت على بنت الناس وشليت ذهبها، ود الله من يضحك على اختي، واللي يجيب الحرام يروح بالحرام. دحين ما عاد تفعل، دبر نفسك خارجني. اسمع يا اخي، معي ذهب في البيت، شطرح عندك له، لو ما يدبر زلطك ولا نمسك السارق ونرجع تلفونك. طيب تمام، اهم شيء الذهب يكون بسعر التلفون. وعادها زياد، انتظري هنا لو ما يصير وارجع. تمام. امسك هذا الذهب وانتبه له. حاضر من عيني، بس لا تتأخرش علي. ولا يهمك، لا ما تتأخرش، الشي منك بس التصوير حق الكاميرا نمسك هذا السارق. حاضر من عيني، بشر. سوتي وجهي امام الناس وكسرتي ظهري، الله يكسر ظهرك. اصلا وثقت فيه. واذا وثقتي فيه ليش تفعلي معه هكذا؟ تدخلي مع شخص ما تعرف ايش في علاقه ليش؟ جاني بكلام حالي عمره ما سمعته منك ولا من احد داخل البيت. هذا وانت اخي عمرك ما اديت لي كلام حالي او سالتني انت مريضه او بخيره او ايش تحتاجي. لما جاء شخص غريب شفت فيه اللي ما شفته من اقرب الناس لي، صدقته وطلع تافه وحقير. وين اللوحات؟ اللوحات يا فندم، والله اني ناوي اجمرك الصباح. ضل بطاقة على طول. تفضل يا فندم. جنب. ليش يا فندم؟ شي نفتش السيارة على طول، وبعدين بالناس يا فندم ما بشي. يلا الناس يعرفوا. جنب. مالك يا فندم؟ فتش السيارة ايش تنزل لو سمحت. على طول يا فندم، فتش براحتك براحتك، فتش. ما ابي يا فندم، يا فندم صلي على النبي، ما فعلت يا فندم. يا فندم انا، يا فندم ما فعلت، صلي على النبي. يا فندم انا بريء. يا فندم، يا فندم طيب يا فندم خلينا نتفاهم. هذا التلفون يا أسامة حق أختك، وانتبه المرة الثانية وحافظ على أختك وتابعها، وانتبه لها من الوحوش البشرية. ان شاء الله يا فندم، ومشكورين رجال امن الدولة على الذي بذلتوه لارجاع حقوق المواطن. هذا واجبنا يا أخو أسامة، ولكن أنتم من جهتكم تتابعوا خواتكم، زوجاتكم، بناتكم، علشان ما يوقعنش في الأخطاء مثل هذا. ان شاء الله يا فندم. بفضل الله تم ضبط المتهم وتم اعترافه بسرقات كثيرة من سلاح وذهب وتلفونات. والآن بنتواصل مع أصحاب الحق وأصحاب المسروقات بعد التواصل مع وكيل النيابة لاستئذان لتسليم المسروقات. الحمد لله يا فندم، وبوجودكم وجهودكم كل مجرم بياخذ جزاته. ها ميار الذهب حقش. ليش رجعت يا أسامة؟ إيش فيك؟ بصراحة يا ميار ضميري ما سمح لي اشيل عليك الذهب. ليش رجعت يا أسامة؟ أنا مكنتك بطيبة نفس. أنا عارف يا ميار إنه منش بطيبة نفس، لكن أنا كذبت عليك إن أمي مريضة ويا الحمد لله ما فيها شيء، بس كنت اشتري أبيع وأكل الفلوس.
وأتمنى أنك تسامحيني لأني ما صحصحت إلا بعد ما واحد فعل الحركة هذا مع أختي وكان يورطها ب250,000. أها. خلاص يا ميار سامحيني، ومرة ثانية لا تكونيش تصدقي لحد. خير يا أسامة، والله إني كبرت في نظري، لو عاد تشتري ذهب شلة من طيبة نفس. لا يا ميار والله ما أشيل حاجة، أنا قد وقع لي درس كافي ووافي، شلي حقش الله يسعدش.